التورية، المبالغة، حسن التعليل، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. يعني تأكيد الذم بما يشبه المدح. كده كام محسن معنوي؟ 8. المقابلة من المحسنات المعنوية، صح مش كده؟ التورية أو الطباق من المحسنات اللفظية، خطأ. الطباق والمقابلة من المحسنات المعنوية، صح. يبقى المحسنات المعنوية، ما المحسن المعنوي؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟ وما علامته؟ وما أنواعه؟ المحسن المعنوي هي أو المحسنات المعنوية هي الأساليب التي تكسب المعنى رونقا وحسنا وجمالا وتأثيرا في النفس. علامته أنه يظل المحسن المعنوي على حال من الروعة والجمال حتى لو تغير اللفظ، بدليل البيت اللي قلناه بالشعر بيقول فيه: بالله يا ظبية القاع قلنا لا. كمان سبب تسميته بهذا الاسم